رحلتنا النهارده هتكون داخل شارع عريق، هو شارع المطراوي في منطقة المطرية، والآثار المهمة في هذا المكان خاصة هذه الكنيسة، كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية بشجرة مريم بالمطراوي وبالمطرية. بالتأكيد قصص كثيرة وحكايات عن المغارة وعن الكنيسة وقد ايه الأثر ده ليه أهمية، كل ده هنشوفه النهارده وآثار وحكايات، فتابعونا. القمص جورج سليمان راعي كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية بالمطرية بجوار شجرة العائلة المقدسة. بالتأكيد لديه الكثير من الحكايات عن هذا الأثر العريق وعن هذا المكان الجميل. هندخل داخل الكنيسة نتعرف على الكنوز الأثرية ونتعرف أكثر على أجمل الحكايات من خلال لقائنا مع ضيفنا، فتابعونا وأثر وحكايات. وسهلا بكم في كنيسة العائلة المقدسة شجرة مريم بالمطرية. كل سنة وكل مصر طيبة بمناسبة أعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، وبيسرنا ان احنا نستقبل التلفزيون المصري بهذه المناسبة، لأنه المطرية من الأماكن أو النقاط المهمة جدا في مسار العائلة المقدسة. والمطرية بتتميز بأن هي المكان الوحيد اللي لازم أو ما زال يحتفظ بالآثار الثلاثة اللي العائلة المقدسة تركتها عند زيارتها للأراضي المصرية. كل مكان، كل نقطة من النقاط اللي مرت عليها العائلة المقدسة تركت فيها 3 آثار: مغارة للمسكن، وشجرة للمأكل، وبير للمشرب. الأماكن الباقية كلها للأسف بنلاقي ممكن يكون أثر أو أثرين، لكن ما فيش 3 آثار موجودين إلى الآن إلا في المطرية فقط لا غير. عشان كده هي بتتميز بهذه الأهمية إن هي حافظت على ال3 آثار: المغارة والبير والشجرة. والمطرية كانت في مسار العائلة المقدسة وهي خارجة من أرض مصر. عشان كده السيد المسيح لما جه المطرية هنا كان عمره تقريبا ما يقرب من ال5 سنوات، وعندنا الدلائل اللي بتقول على كده. في المغارة في فراغ بحجم السيد المسيح لما كان طفل عنده 5 سنوات محفور في الحجر بتاع المغارة. فالكنيسة هنا تعتبر ثالث كنيسة انشئت في هذا المكان. أول كنيسة كانت في القرن الرابع، كانت اسمها كنيسة مريم. وتاني كنيسة كانت في القرون الوسطى، وكان بيسموها كنيسة الذهب نظرا للمعجزات اللي كان بيتم فيها. فكانت الناس بتتبرع بنقوش ذهبية بتغطي جدران الكنيسة، فكانوا بيسموها كنيسة الذهب. وبعد كده اتهدت الكنيسة دي، والكنيسة بتاعتنا الحالية موجودة هنا في المكان من 1885 إلى الآن. بنحاول ان احنا نحافظ عليها بقدر الإمكان من الترميم المستمر لكل جزء فيها. والكنيسة هنا بتحتوي عندنا على كنوز مش موجودة في أي حتة في العالم إلا في هذه الكنيسة، زي الجداريات اللي موجودة على الحيطان. دي كانت مرسومة في مدينة ليون في فرنسا، وجابها أبونا ميشيل جوليان اليسوعي اللي هو أنشأ الكنيسة دي في 1885 ولزقها على الحيطان. وتمثال العائلة المقدسة اللي لا يوجد له مثيل في العالم إلا هذا التمثال. دي نسخة اللي موجودة هنا.
بالإضافة للحاجات اللي بتتميز بيها المطرية كنقطة من النقاط المهمة في مسار العيلة المقدسة، شارع المطراوي اللي بتقع فيه الكنيسة هو كمان شارع مميز، لأنه الشارع يبدأ بجامع المطراوي اللي بناه الخديوي توفيق، وكان بيحضر دايما خطبة الجمعة فيه وبيستقبل المظالم فيه يوم الجمعة، وبعدين الشجرة والكنيسة، وفي نهاية الشارع عندنا مسلة سنوسرت الثالث والمتحف الفرعوني، وكان في قبل كده جامعة أون اللي فيها كان بيتخرج الكهنة والأمراء من الجامعة دي. الجامعة دي كان بتملك أو كانت مبنية على ما يقرب من 50 فدان موجودين إلى الآن. طبعا حاليا الجامعة مش موجودة يعني. فعشان كده الشارع المطراوي نفسه شارع المفروض يخش في زي شارع المعز الدين الله الفاطمي كده، يكون شارع أديان، مجمع أديان. يعني عندنا مجمع أديان في المطرية، الجامع والكنيسة والمتحف الفرعوني والمسلة. فده بالنسبة ليميز المطرية كحي أو كشارع المطراوي. عندنا هنا الكنيسة اتبنت على شكل معبد فرعوني، لأنه المعابد فيها جزء تطهير بره، وبعدين صحن المعبد، وبعدين قدس الأقداس. قدس الأقداس ما بيدخلوش غير الكهنة بتوع المعابد، ونفس الحكاية الكنيسة عندنا هنا جزء اللي بره ده للتطهير، وهنا صحن الكنيسة، وعندنا قدس الأقداس. أبونا ميشيل جوليان هو مهندس أساسا وراهب، فبالتالي لما جاي يبني المكان جمع فيه الديانات الثلاثة اللي مرت على مصر، الديانة اليهودية والديانة المسيحية والديانة الإسلامية. فعندنا في صدر الكنيسة في عندنا نجمة داود اللي كانت موجودة في المعابد اليهودية، في عندنا الأرشات الإسلامية اللي موجودة في الجوامع، في عندنا التجزيعة نفسها. يعني احنا لو دارينا التمثال وهنبص نلاقي ده منبر اللي بيقف عليه الشيخ يقول الكلمة بتاعته، الخطبة بتاعت يوم الجمعة، وتحتيهم في المذبح أو قدس الأقداس المسيحي. فجمع الديانات الثلاثة عشان يقول لنا أن مصر مهد التوحيد، كل الديانات التوحيدية الثلاثة موجودة في مصر، وبالتالي أي حد يقدر يخش يصلي هنا، سواء كان يهودي مسيحي مسلم، يخش يصلي. أبونا ميشيل جولياني اليسوعي لما بنى الكنيسة حب يجمع فيها كل الآثار اللي بتتكلم عن رحلة العيلة المقدسة وطفولة يسوع. فبالتالي استخدم من مدينة ليون في فرنسا هذه اللوحات اللي موجودة على جدار الكنيسة، اللي مرسومة من تقريبا من حوالي 290 سنة. هو جابها بالمراكب، هي مرسومة على ألواح خيش، وجاب الرول الخيش ده ولزقه على الحيطان، ويحتوي على 6 لوحات تمثل رحلة العيلة المقدسة، من أول بيت لحم اللي فيها حصلت المذبحة لأطفال بيت لحم على إيدين هيرودس الملك لما أراد أن هو يتخلص من السيد المسيح، لما عرف أنه مولود في بيت لحم ظنا منه أن السيد المسيح أتى من أجل ملك أرضي، فكان بيفتكر أنه جاي نزعه في المملكة بتاعته، فقال للجنود بتوعه اذهبوا اقتلوا كل أطفال بيت لحم من سن 2 فما دون، حسب التاريخ اللي تحققوا من المجوس. فدي اللوحة الأولانية اللي بتعبر عن المذبحة، وفيها كل الوحشية اللي موجودة في قتل الأطفال بدون رحمة. اللوحة الثانية بتمثل
ظهور الملاك للقديس يوسف في حلم علشان يأمره ان هو ياخد الصبي وامه ويهرب لمصر، لانه الله قال لنا لا تقاوم الشر بالشر ولكن قاوم الشر بالخير. فبالتالي هو بيهرب من شر هيرودس، فظهر الملاك للقديس يوسف وقال له قم خذ الصبي واهرب إلى أرض مصر. هنا بنشوف القديس يوسف بينظر تجاه النور بتاع الملاك، والعذراء مريم قاعدة في ركن الأوضة وهي شايلة الطفل يسوع على رجلها. بناء على وصية الملاك للقديس يوسف، قام القديس يوسف أخذ الصبي وأمه وخرج من فلسطين قاصدا أرض مصر. اللي يتم بعد كده الآية المقدسة اللي بتقول من مصر دعوت ابني. فمكثت العيلة المقدسة في مصر ما يقرب من 3 سنوات ونصف. اللوحة الرابعة من اللوحات الفنية اللي موجودة عندنا واللي بتتميز بيها مش بس كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية ولكن مصر، لأن هذه اللوحات لا يوجد لها مثيل في العالم كله. اللوحة الرابعة بتتكلم عن دخول العائلة المقدسة أرض مصر، ووقت دخول العائلة المقدسة أرض مصر حصل زلزال كبير أدى إلى تحطم أغلب التماثيل والمعابد الفرعونية. فعشان كده بنشوف ورانا التماثيل كلها متهدمة نتيجة للزلزال اللي تم بأمر إلهي. ودي اللوحة الرابعة من اللوحات الستة اللي موجودة في الكنيسة. اللوحة الخامسة من اللوحات الستة المشهورة عندنا في الكنيسة بتمثل شجرة مريم. والغريب انه المصور او الفنان اللي رسم اللوحات ما جاش مصر، ولكن رسم ده تقريبا برؤية إلهية، لأنه هو رسم الشجرة طبق الأصل ما زي ما كانت موجودة في هذا الوقت يعني. فتعتبر محطة مهمة، عشان كده الفنان خصص لها لوحة من اللوحات الستة عشان يظهر وجود العيلة المقدسة في أرض المطرية. اللوحة الستة والأخيرة من اللوحات اللي بتمثل مسار العيلة المقدسة أو رحلة العيلة المقدسة من أرض فلسطين لأرض مصر، بجمع فيها الفنان اللي رسم اللوحات كل المناطق اللي زارتها العيلة المقدسة في صعيد مصر. فبنشوف الحمام لأنه العيلة المقدسة راحت جبل الطير. بنشوف النيل عشان العيلة المقدسة راحت أسيوط، النخل طريق كباش. فجمع أغلب المظاهر بتاعة الصعيد في لوحة واحدة، لأنه ما قدرش يرسم 25 لوحة بالحجم ده، لأنه نقاط مسار العيلة المقدسة في مصر تقريبا 25 نقطة يعني. فجمع النقاط كلها وحطها في لوحة واحدة هي اللوحة الأخيرة، عشان يقول أنه العيلة المقدسة راحت لغاية دير المحرق في صعيد مصر، هو يعتبر النقطة الوسط في مساحة مصر الكلية. بيميز الكنيسة عندنا مع اللوحات تمثال العيلة المقدسة الفريد من نوعه، لأنه ما فيش زيه في العالم كله. التمثال ده معمول على فراغات موجودة في المغارة اللي قعدت فيه العيلة المقدسة، والفراغات دي هي اللي قالت لنا أنه العيلة المقدسة جت هنا، لأن دي فراغات معمولة في الحجر بفعل رباني. فجاي مثال إيطالي من حوالي 900 سنة عمل استنباط على الفراغات دي وطلع التمثال دوا.
فعشان كده التمثال ده هو اللي بيميز الكنيسة عندنا، لأنه متاخد من المغارة اللي موجودة أسفل الكنيسة. عندنا كمان على الكنيسة هنا بتتميز بالإزاز المعشق. يعني احنا عندنا تقريبا متحف مصغر، عندنا الفريسكا، عندنا التماثيل، عندنا الإزاز المعشق. فمن ضمن الإزاز المعشق عندنا صورة القديسة حنة أم العذراء مريم، وصورة القديس يواقيم أبو العذراء مريم. يعني هنا تعتبر العيلة مجتمع، الجد والجدة والأم. طبعا القديس يوسف هو مش أبو يسوع المسيح، ولكن هو خطيب العذراء مريم. فالعيلة كلها مجتمعة عندنا هنا في الكنيسة. في عندنا كمان لوحات مراحل محاكمة السيد المسيح اللي بدأت من محاكمته قدام بيلاطس البنطي لغاية ما رفع على الصليب ومات. دي 14 مرحلة. دول برضو حاجات مر عليها تقريبا ما يقرب من 200 سنة، معمولين في إيطاليا مش هنا، بس جبناهم وتعلقوا علشان يفتكروا الناس، تفتكر انه الآلام اللي عاناها السيد المسيح علشان يقوم برسالته في خلاص البشرية، ان هو يهدي كل الناس مش بس اليهود ولكن العالم كله لعبادة الإله الواحد. يعني احنا هنا بنعتبر الكنيسة عندنا متحف مصغر في كل أنواع التحف أو الحاجات اللي بتميز واللي مش موجودة في أماكن تانية. في عندنا كمان حاجات ليها معاني روحية. احنا عندنا 4 أناجيل بنقراهم بيمثلوا الكتاب المقدس بالنسبة للمسيحيين. ال4 أناجيل دول كل إنجيل ليه رمز. فأبونا جوليان وضع تحت كل قبة من القبب اللي موجودة رمز من الرموز دي، وحط الرمز من هنا ومن هنا عشان يقول لنا ان اللي بيحمل بيت الله مش العمدان الارضيه ولكن كلمه الله اللي نزلت في الكتاب المقدس بتاعنا. كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية هي من أقدم الكنائس الموجودة في شارع المطراوي وفي منطقة المطرية بجانب شجرة العائلة المقدسة. أكيد وراء كل أثر حكاية، هنعرف حكاية هذا المكان وحكاية الآثار المنتشرة بشارع المطراوي من خلال لقائنا مع مدونة عبد الله وهي أحد أبناء الكنيسة. ازيك يا مدونة؟ ازي حضرتك، عاملة ايه؟ يعني شارع المطراوي والمطرية منطقة أثرية عريقة غارقة على كنوز من الآثار، لكن إيه الكنوز اللي بتعلق في ذهنك وأنت من أبناء المنطقة الأثرية؟ إيه أكتر حاجة بتعلق في ذهنك طبعا بجانب هذه الكنيسة؟ المسلة، احنا مشهورين جدا في المطرية بالمسلة. المسلة عندنا هي رمز من رموز الآثار المصرية القديمة، وهي إحدى الرموز العريقة اللي موجودة في المطرية وبتتميز بها حي المطرية. المسلة هي عبارة عن معناها باللغة العربية الإبرة الكبيرة، وهي بتكون شبه الإبرة، وبناها الملك سنوسرت الثالث وهو من أحد الملوك اللي موجودين من الأسرة الثانية عشر. المسلة دي هي عبارة عن مبنية من حجر من الجرانيت الوردي جاي لنا من المحاجر اللي موجودة في أسوان، وبناها الملك سنوسرت تشييدا لجلوسه على العرش للعام 30 ليه، وهي من أهم المعالم المصرية الموجودة في المطرية. جميل جدا. أنت من أبناء المطرية؟ طبعا طبعا. شارع المطراوي كمان غني بآثار دينية وروحية زي شجرة العائلة المقدسة وكنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية. يعني احنا طبعا على أبواب أو الاحتفال بأعياد الميلاد، العالم كله بيحتفل وأيضا مصر، لكن أكيد هنا هي بتضفي روحانية على المنطقة ككل، مسلمين ومسيحيين أقباط أو كاثوليك. ازاي بتحتفلوا بالأعياد الميلاد؟ احنا بنحتفل بعيد الميلاد ان احنا من البدايه بنهيئ الكنيسه بالتزيين للمغاره وشجره الكريسماس. وبالمناسبه حابه احكي لك عن المغاره اللي حكايه تهمنا جدا عن اثر مهم جدا.
تمام. المغارة دي اللي هي كانت ما كانتش موجودة يعني كاحتفالا أو كرمز أو تشييد ليها، ولكن هي تم إنشائها من القديس فرانسيس الأسيزي عام 1223 ميلاديا. كان هو موجود في قرية في إيطاليا اسمها منطقة غريتشيو. المنطقة دي كانت مليانة بالفتور الروحي وعدم الاحتفال وعدم الاهتمام بمناسبة الميلاد، فالقديس كان من أهم طموحاته وأماله إن هو ينشر ويعيد البهجة للميلاد مرة أخرى، فقرر إن هو يتم إنشاء مزود فعلي، وجاب ثور وحمار ورجل وامرأة حقيقيين وحطهم في مكان، وتم الاحتفال بعيد الميلاد. وأتت من الخارج جابت معاها الطفل بتاعها وحطته في المزود، ومن هنا تم انشار روح البهجة والابتسامة والسلام على وجه المنطقة كاملة. فانتشرت هذه العادة لكل البلدان وكل العالم، ومنها أتت إلى كل مصر. فبالتالي احنا بنهيئ الكنيسه هنا كانت حكايه المغاره بالظبط. احنا لازم قبل العيد ان احنا بنجيب المغاره وبنحط التماثيل، ويوم ليله 25 ديسمبر لان الاحتفال بيكون عندنا يوم 25 ديسمبر ابونا بيحضر الطفل، لانه مش بيبتدي من 24 بالليل. يوم الليله اللي هو يوم 24 بالليل ليله 25. فبالتالي ابونا بيجي بيحضر الطفل يسوع وبيحطه في المغاره، ومن هنا بدأت البهجة والسلام وإن احنا بنستقبل الطفل مجيء يسوع. وطبعا في الاحتفالية دي بيجي لنا ناس كتيرة جدا من كل الديانات ان هي بيجي بيحتفلوا بيهنئونا بالميلاد، وايضا احنا بنقوم بعملية احتفال مع الاطفال ومع الكبار، وبيجي لبس بابا نويل وبيجي بيوزع الهدايا وبينشر البهجة وبيتم استلام المراسم الدينية في الحفلة. أشهر تماثيل للعائلة المقدسة كاملة موجود داخل الكنيسة، واحنا بالفعل هنصوره وهنعرضه، لكن أيضا هذا التمثال وانت قلتي لي ان هو بأيدي شباب الكنيسة، كلميني عنه. بالظبط، احنا شباب الكنيسه التمثال ده موجود فوق الهيكل جوه الكنيسه. طبعا علشان احنا عندنا حوش كبير ونادي كبير، فبالتالي شبابنا قرروا ان هم ينشئوا او يبنوا تمثال شبيه بالظبط التمثال اللي بناه العالم الكبير او الاثري الكبير. فبالتالي احنا تم انشاؤه بواسطه شباب الكنيسه هنا، وتقريبا حوالي عمره اكتر من 30 سنه. جميل جدا. طبعا في اعياد الميلاد الكل بيشارك بالحضور في الاحتفاليه، بتعملوا ايه بقى وتقليد سانتا كلوز او بابا نويل؟ سانتا كلوز بيجي بيلبس طبعا الاحمر في احمر والدقن البيضه بتاعته، وبيجي بيبعت الهدايا وبينشر البهجه للاولاد الصغار كلهم، وبيبدا يعمل المراسم بتاعته. بنغني وبنحتفل وبنقول مع بعض ترانيم جميله، وكورال بيكون عندنا في الكنيسه هنا كورال، وبنبدا نقول الترانيم وبعد كده بنبدا نحتفل. مادونا عبد الله، يعني معلومات جميله وقصص وحكايات رائعه عن المغاره وعن اعياد الميلاد، وحابه في الاخر ترسلي رساله من خلال برنامجنا في اعياد الميلاد احتفالا وبهجه في هذه المنطقه الغنيه بالاثار المطريه والشارع المطراوي واللي بتحتفل الامه بكل فئاتها. اكيد طبعا. في البدايه حابه اقول لكل الناس كل سنه وانتم طيبين، وهنئ كل الناس بعيد الميلاد المجيد، وبشجعكم ان انتم تيجوا تزوروا كنيستنا في المطريه بفتح ابوابها الى الجميع. حلقتنا النهارده كانت عن اجمل الحكايات عن المغاره وعن هذه الكنيسه، كنيسه العائله المقدسه الكاثوليكيه، والموجوده بشارع المطراوي بمنطقه المطريه بجوار شجره مريم. قصص كثيره، ولكن اكثر ما يميز هذه الكنيسه هي انطلاقه الحج الكاثوليكي، واللي بياتي لها الحجيج من افريقيا ومن اوروبا انطلاقا الى القدس. الحج الكاثوليكي بينطلق من هنا، ودي كانت حلقتنا وحكايتنا عن هذه الآثار. كل سنة وانتم طيبين، كريسماس سعيد وأعياد ميلاد سعيدة. إلى اللقاء وحلقة جديدة.